مرحبا بكم لا فامي في لاشين ديالي. اللي كنتي اول مره غادي تشوفني دير سبسكرايب، تفعيل الجرس، لايك الى عجبك الفيديو، بارطاجيه مع الناس اللي بغيتي. مرحبا بكم في فيديو جديد، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفه بانكيك بمكونات سهله وكيجيو زويونين. انا درتهم صغيورين، ممكن انك ديريهم حتى كبار وتقدميهم باي لاصوص بغيتي، بالشوكولا او بكراميل او عاديين. انا قدمتهم بهاد لاصوص على حساب شنو اللي كيعجبك. وكيف الفيديو اللي قبل الناس ما عندهمش هذاك باش كيعبروا. اليوم جبت لكم هذا بكيسان ديال العنبه، غنعبروا كل شيء بكاس ديال العنبه. كنتمنى نكون خفيفه على قلبكم ويعجبكم هذا الفيديو، وشكرا على تعاليقكم وفرجه ممتعه. هنا كيف قلت غادي نعبروا بكاس ديال العنبه. عندي الحليب اللي هو كاس ما عامرش بزاف، وعندي الزيت العاديه هي نص كاس، وعندي سنيده حتى هي نص كاس، وجوج بيضات، شاصيه ديال فاني، وخماره وحده. هنا ممكن تضاعفي المكونات الا بغيتي، ممكن تكتفي غير بهادو. هنا الطحين على حسب الطحين، كيف كنقول ديما اللي عندك اللي كيشرب ولا لا. انا على حساب، انا هنايا ناخذ كاس وربع، كاس وربع باش نخلط الخليط ديالي. ناخذ اناء نخلطوا فيه البيض، فاني، وسنيده. هنا غادي نخلطوا بداك الخلاط اليدوي. اللي ما عندوش هذا يقدر يدير داك الخلاط اللي كنطحنوا فيه العصير مزيان، حيتاش البيض وسنيده باش يذوب، سنيده مع البيض ويتطرب مزيان وتطلع لنا البيض. غير كمعلومه، البيض والحليب يكونوا مجبودين قبل، الخميره تكون مجبوده، فاني يكون مجبود، لا كانوا هادشي كله في الثلاجه يكون مجبود من قبل، باش اي كيكه او اي وصفه تطلع لك وتجي زوينه. من بعد من طربت لينا مزيان البيض وسنيده، غادي نزيدو الزيت والحليب، وغادي نطربوهم مزيان. عاد غادي نزيدو باقي المكونات. العاده ناخذوا الغربال، غادي نديروا الطحين بالتدريج، ما نكبوش دغيا كامل، وغادي نزيد عليه الخميره ونغربلو مزيان باش داك الحبيبات يتحيدوا، باش من الخليط ديالنا ما يجيش محبب. هنا كيف كنقولها ونعاودها الدقيق على حساب الخليط، يعني الدقيق اللي كاين اللي كيشرب كاين اللي لا. هنايا من خلط الخليط ديالي جاني باقي شويه خفيف. هاد المره هذه جاني يعني خفيف، فزت 2 معالق ديال الطحين، فنسيت ما سجلتش لكم الفيديو. مهم نتوما يعني على حساب الطحين اللي عندك، وغادي نوريكم القوام ديالو كيفاش كيكون. وغادي نخلط غير بيديا، ما غاديش نخلط بالخلاط الكهربائي.
هانتوما الخليط راه هكاك جاني سائل بزاف، حيت هو كيجي بحال القوام ديال كيكه، غير هو خفيف على واحد شويه. فهنايا غيتحبس ليا الفيديو، وغادي نزيد هنايا 2 معالق. انا غادي نستخدم هاد المقله هادي، وانتم على حساب اللي عندكم، غير تكون كاع ما كتلصق. غادي نشعل عليها النار، ما تكونش مجهده، تكون ما بين وبين، ما تكونش حتى قليله بزاف، تكون ما بين وبين. خليوها حتى تسخن مزيان، المقله تسخن مزيان، عاد نكبوا الخليط ديالنا. نتوما الخليط مزيت ليه 2 معالق كيفاش كيكون، يعني ثقيل على شويه الاولاني، غير واحد شي شويه، ما جاش بحال الاولاني. تبقاو حاضرين معاه حتى يبدا يبان لكم فقاعات بحال شكل بغرير. عاد نقلبوهم، من نقلبوهم دغيا نحضيو معاهم اللي يتحرقوا صافي، وبصحه والراحه. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، تعجبكم هاد الوصفه هذه، وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا على التعاليق. وكنتمنى تجربوه ويعجبكم، راه كيجي هشيش وزوين. الى فيديو اخر ان شاء الله.